مين اللي قال اللاعب ده يلعب في المركز ده؟ يعني مين اللي قال محمد هاني هيلعب باك يمين؟ مين اللي قال فتوح يلعب باك شمال؟ مين اللي قال رامي ربيعه يلعب مدافع؟ ده مش هجوم على اللعيبه، ده سؤال، وسؤال انا اقصده بالمعنى ان انا عايز اسال يعني تسكين الناشئين في الانديه بيتم ازاي؟ انا لا بهاجم حد ولا بدافع حد، ما بقولش مين حلو من وحش، انا بسال سؤال. مين العين اللي شافت او بتقيم اللعيبه في مصر ان كل واحد يلعب في المركز ده؟ يعني انا لما بجيب الطفل او الولد 10 15 سنه 12 سنه بعمل له اختبارات في الناشئين، اي عين بتقول ده يلعب في المركز الفلاني، يعني ده هيلعب مهاجم. طب بناء على ايه؟ انا سؤال للنقاش. تمام. بنشوف بره الناس بتلجأ للعلم شويه، يعني الناس بتجيب اللاعب تعمل له اختبارات بدنيه، اختبارات لياقه، تحاليل دم، صوره دم، مش عارف سرعات، اختبارات ذهنيه، بيعمل اختبارات كامله بناء عليه بيتم تسكين اللاعب. تسكين اللاعب يعني يختاروا له المركز. اللاعب اللي عنده طاقه انفجاريه، من اللي هو بيجري من الثبات بسرعه، ده يلعب جناح. اللعيب اللي رؤيته حلوه في الملعب يلعب نص ملعب مثلا ديفندر. اللعيب اللي هو عنده رياكشن سريع او رد فعل سريع يلعب حارس مرمى. احنا في مصر في كل الانديه، اهلي زمالك اسماعيلي مصر اتحاد، كل الانديه عندهم السيستم ده. احنا وصلنا ل 2026 حد بيتبع السيستم ده؟ ده سؤال. يعني لو حد عارف ان النادي الفلاني بيتبع النظام ده يقول لي والله في الكومنتات مثلا ده بيتبع النظام. اصل احنا النهارده بنقابل مشكله في المراكز، بتلاعب باك شمال عشان بس رجله شمال، ولنفرض اللاعب ده مثلا وليكن في الاهلي محمد شكري. محمد شكري قد يكون صاعد باك شمال كويس، انا ما اعرفش، لسه هنشوف. طب ليه ما لعبش مثلا وينج يمين يكسر يشوط بشماله؟ ليه ما لعبش نص ملعب اشول؟ يعني مين اللي قال بس يلعب باك شمال؟ ده مش هجوم على اللاعب ولا اللاعب يطلع حلو او يطلع وحش، لا ده هو السؤال العام. اي معايير بنشوفها بنتبعها عشان نطلع قوام الانديه. هل احنا ما عندناش لجنه او حاجه او منظومه في وزاره الشباب والرياضه تجبر كل الانديه على نوع معين من الاختبارات، وتبقى الوزاره زي برنامج، الناس كلها تعمل برنامج ان ازاي اللعيب يتسكت؟ المشكله دي بسيطه، لو اتحلت هتحل لك مشكله اجيال في كل منتخبات مصر. لو انت اللاعب عارف ده هنا هيدي في المركز ده 100% وده 100% وده مهاجم 100%، هنريح كتير من خطط ومدربين ومليار حاجه في مقابل بس بعد شويه استخدام العلم كده ونمشي زي ايه؟ زي العالم ما هو ماشي دلوقتي يعني. شكرا.